عشري خد هنا تعال. الرقيع عمرو واكد. الواد واكد ده ولا اسمه ايه؟ الحقير عمرو واكد. عمرو واكد اللي اختار من فتره سكه مش عارفه. والرقيع والحقير الاثنين مفردات لا تسعفني في تعبير يناسب الخطيئه اللي ارتكبها هذا الوغد. جل من اعطاك علم الشياطين يا خسيع. انت متخيلين اللي بيحصل؟ دول الاربعه عاملين تنظيم، هذا التنظيم بيضم مجموعه من الناس المصريين اللي في الخارج اللي هم ما لهمش علاقه بمصر اصلا، بقول مجموعه من الحمقى واقفين وراهم في الصف. تصدق ازعل منك يا عشري. مجموعه من التافهين واقفين وراهم في الصف، مجموعه من المغيبين واقفين وراهم في الصف. بيعملوا ايه؟ عايزين نيجي نغير مصر. تخيل البرشام هياكل دماغك، البرشام وزازه ال 84 والجرأه الكدابه اللي انت عايش فيها دي. البيضه دي عايزه تغير مصر. تخيل، انت متخيل معايا؟ يعني اديني كده عقلك. خالد ابو النجا عايز يغير مصر، خالد لا مؤاخذه ابو النجا. لكل المصريين من حقك انك تتظاهر سلميا وتقول لهذا النظام كفايه عك، كفايه تنكيل بايقونات الثوره، كفايه سجن للشباب المصري. وعمرو بتاع الاشتراكيين الثوريين. بس اخلص خالص، اللي هيحصل دلوقتي بشوقك يبقى سهل او صعب. انا نزلت اتحمل نفسي، نزلت اطالب باسقاط تظاهر، ونزلت اساهم في خلق منصب رئيس الجمهوريه. بس انا ما نزلتش علشان يتظلم ابدا، ما نزلتش علشان يحطوه في قفص ازاز علشان القاضي ما يسمعش كلامه. عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يغيروا مصر، عايزين يغيروا نظام الحاكم في مصر، عايزين يهدوا مصر. تيجي عند الحته دي واصرمك خط احمر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ده في نعم كتير حصلت في مصر على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو عملت فيها ضغط هفتح لك وشك وهبك فيك وهغز فيك لحد ما هصفيك. الراجل بيعمل لمستقبل أولادنا يا مصريين. خير يعني، خير يا عم. الراجل ممكن كان يبقى زيه زي أي رئيس، أكل شعب بدون شعب بيحب الأكل وخلاص وطنش. انت اسمك ايه بقى على كل الحس اللي... لا 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 يا مصريين، مش كل حاجة أكل وشرب. احنا نقدر يعني سندوتش بيشبعنا، سوري يعني في اللفظ، يعني ده حتى الناس بتعرف شكك. العالم كله وعندنا في فرنسا احنا بالذات لان عايش في فرنسا. بس ايه الرجاله دي مش تمام، الرجاله دي فاكره لك خرفان. ده عمرو واكد ممثل ساب الفن او استخدم الفن للهجوم على بلده من الخارج. عمرهم ما يتغيروا، الناس دي بتخون. كل المنصات، سواء السينما، سواء المنصات التواصل الاجتماعي، سواء حساباته، سواء اجتماعاته، ده عمرو واكد. وحياة امك الغاليه لو استحميت بنهر السين كله ما هتنضف، وهتفضل الحكايه دي راكباك من راسك لرجليك. تخيل كده معايا والنبي، تخيل بس معايا، ادي كده هب ان مين اللي عايز يخلي مصر دوله قويه؟ خالد ابو النجا. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، خالد ابو النجا او خالد لا مؤاخذه ابو النجا عايز يعمل مصر دوله قويه. هذا الهارب اللي قاعد بره بيتكلم على عشان في كل شيء وعدت بيه، قلت خلال سنتين الحياه هتبقى افضل اقتصاديا، غيرت الدستور وانت الرئيس في السلطه. الفشل السيساوي لا ينتهي. ومعاه عمرو لا مؤاخذه واكد. فلما يكون واحد اسمه عمرو واكد هارب شارك في جرائم داخل مصر، اوعى حد يضحك عليه بظل يقعد في ظل مسموم، والشجره كلها تدليس في تدليس، يعني كلمه حق يراد بها باطل. عيطش عشري. الشرقيس